حينما تحدث الحق سبحانه وتعالى عن خلق الإنسان، هذا أمر لم نشهده ولا علم لنا به، وكذلك خلق الكون أمر لم نشهده ولا علم لنا به، ولذلك حكم الحق سبحانه وتعالى فقال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. أمرين اثنين: خلق السماء والأرض بداية الكون ده ما أشهدتهمش، ولا خلق أنفسهم. وشيء آخر: وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما معنى المضلين؟ هم الذين يضللون الناس بأشياء يعتبرونها حقائق في خلق ذلك الكون وخلق ذلك الإنسان. هذا هو المضل. المضل هو الذي يأخذ بالإنسان إلى غير الحقيقة. قول الله: وما كنت متخذ المضلين عضدا يدل على أنه سيأتي مضلون يحاولون أن يشككوا في هذه القضية، قضية الخلق للكون والخلق للإنسان. فالله يقول: أنا ما اتخذت المضلين عضدا في الخلق، أي فيكونون قد شهدوا هذا الخلق فقالوا لكم عنه. إذن أنا خلقت وحدي ولم يكن معي أحد، فإن جاء لكم خبر عن هذه المسألة من غيري أو من سواي فافهموا أني لم أتخذ المضلين عضدا، وخذوا هذا الغيب عني. ومعنى ذلك أن هاتين القضيتين، خلق السماء وخلق الأرض وخلق الإنسان، أمر لا يمكن أبدا للعلم التجريبي المادي أن يصل فيه إلى حقيقة أبدا، وستظل الحقيقة فيه هي ما أخبرنا به الخالق نفسه. لماذا؟ لأن العلم التجريبي لا يمكن أن ينشأ إلا على مادة وعلى ظاهرة فيه، وبعد ذلك نجرب معمليا، وبعد ذلك نضع نظرية، ثم بعد ذلك نعرضها، فإن صدقت جزئياتها نأتي بحقيقة علمية. لا يمكن أبدا أن يكون للذهن البشري معرفة لكيفية خلق السماوات والأرض ولا خلق ذلك الإنسان. حينئذ إذا تعرض الحق لهذه المسألة، مرة يقول خلقت الإنسان من تراب، وبعدين يقول خلقته من طين، وبعدين يأتي فيقول حمأ مسنون، وبعد ذلك يقول صلصال كالفخار، ثم نفخت فيه الروح. مراحل، مرة تراب، مرة طين. ومعنى طين إن جت حاجة تانية على التراب، يعني مية بقى على التراب بقى طين، ثم ترك الطين ليختمر ويصير حمأ مسنون، وبعد ذلك صار صلصالا يعني صلبا كالفخار، وبعد ذلك نفخ فيه الروح. إذن فتلك هي الحقيقة التي يجب أن نعتقدها وأن نؤمن بها في كيف خلق الله ذلك الإنسان. وهذا أمر غيبي كان من الممكن ما دمنا قد آمنا بالإله أن نتلقى عن الإله في أمر لا مجال للعقل في أن يعرفه أبدا. فإذا ما جئنا وجدنا عجبا في القرآن. ما هذا العجب؟ العجب أنك حين تقرأ قول الله سبحانه وتعالى في تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، تجد الترتيب الطبيعي أو النسقي إن الحياة توجد ثم يوجد الموت، لكن هنا قدم الموت على الحياة. حكمة حتى نستقبل الحياة وقبلها ما ينقضها. قبل استقبالك للحياة يكون قبلها ما ينقض هذه الحياة وهو الموت. إذن فما فيش تقليد في الدنيا دي أبدا. وشيء آخر هو أن الموت أمر محس وأمر مشهود وأمر يمكن أن يخضع للتجربة في كل أطواره. وما دام الموت نقض للحياة أو رجوع عن قضية الحياة، الرجوع في أي شيء أو النقض له يأتي على عكس بنائه. إن أردت أن تنقض عمارة مكونة من 10 طوابق، بتعمل الأولاني العالي، اللي بني أخير بتهد، اللي انعمل آخر شيء بتهد، واللي انعمل أول شيء وهو الأساس بتنتهي منه. إذن فنقض كل شيء إنما يأتي على عكس قانون بنائه. والحياة لم نشهدها حسيا، إنما عرفناها وآمنا بها وتيقناها لأننا مؤمنون. يترك الحق سبحانه وتعالى لمن لم يأخذ كلامه عن إيمان، أي لمن ينظر في الأمور نظرة كده علمية، نقول له تعالى نقض الحياة، الموت نقض للحياة، ونقض الشيء يأتي على عكس بنائه. فإذا مات الإنسان ما الذي يحدث في أطواره؟ تخرج الروح أولا وهي آخر ما دخل فيه، ثم يتصلب جسمه ودي مرحلة الصلصالية، ثم يرم ويتعفن، تلك مرحلة الحمأ المسنون.
ثم يتبخر ما فيه من ماء ليذهب، وما بقي من مادته يرجع إلى عناصره الترابية. إذن فقد نقض الموت الحياة، على عكس ما أخبرنا الله به في قضية الحياة. وما دام الأمر المحس المشاهد وهو الموت وكل أطواره يأتي على هذه الحقيقة بمرأى من جميع الناس وتحت أنظار جميع المعمليين والمجربين، وجدنا أن الحق حينما تكلم عن كيف وجدت الحياة أو كيف خلقنا بهذا الترتيب النسقي في القرآن، ترك المسألة كالموت كدليل على الصدق فيما أخبر به، لأن الموت نقض، والنقض يأتي على عكس البناء. وأنتم تشاهدون أن أول ما يخرج هو الروح، وتلك آخر ما دخل في ذلك الإنسان. وبعد ذلك تأتي التصلب، منطقة الصلصالية فخارية، وبعد ذلك يأتي التعفن الرمي منطقة الحمأ المسنون، وبعد ذلك يذهب الماء وتظل العناصر الباقية في التراب. إذن فنقض الموت للحياة على عكس ما أخبر الله يدل على أن الحياة وجدت في ذلك الإنسان على وفق ما أخبر الله سبحانه وتعالى.